في 6 خطوات بس تقدر تعمل ماركتنج بلان بطريقه بروفيشنال جدا. ده عن طريق موديل من اشهر واقوى المودلز اللي احنا بنستخدمها في سوق العمل بتاعنا، وهو سوستاك موديل. سوستاك موديل هو عباره عن 6 خطوات بتنفذهم بالترتيب. اول خطوه معانا وهو السيتويشن اناليسيس، فكره التحليلات، او تبدا تعمل سوات اناليسيس خاصه بيك وخاصه بالكومبيتيتور بتاعك علشان تبدا تطلع داتا تعرف انت فين من المنافس والمنافس فين منك. ده رقم واحد. تاني خطوة وهو تحديد الأهداف أو الأوبجكتيفز. مهم جدا إنك تحدد أهداف مناسبة لشركتك ومناسبة للمستوى الاقتصادي أو المستوى المالي للشركة بتاعتك. ده رقم 2. رقم 3 أو ثالث خطوة معانا وهي الأس استراتيجي. مهم جدا إنك تحدد خطوات تقدر تبتدي تشتغل عليها علشان تحقق الهدف اللي انت لسه حاطه من شوية. إذا خطوة مهمة جدا جدا إنك تحدد الاستراتيجي جوه سوستاك موديل. ده رقم 3. رقم 4 معانا وهي التاكتكس. ايه هي الادوات اللي هتبدا تنفذ عليها الاستراتيجي اللي انت لسه حاططها؟ طبعا ايه هي بقى الادوات؟ زي البلاتفورم اللي انت هتبتدي تشتغل عليها، زي الاي اي تولز اللي ممكن تبتدي تستخدمها علشان تنفذ عليها الاستراتيجي بتاعتك، ودي رابع مرحله. خامس مرحله معانا وهو الاكشن او التنفيذ. مهم جدا بقى انك تهتم جدا جدا بمراحل الاكشن، وطبعا بتنفذ على اساس التاكتكس اللي انت لسه مختارها، على اساس الاستراتيجي اللي انت حطيتها، كل حاجة مترتبة على اللي قبليها. واخر مرحلة وسادس مرحلة وهي الكنترول. مراحل الكنترول وهي مراحل القياس. بتقدر بقى تقيس مراحل التنفيذ بتاعتك وتشوف يا ترى انا ماشي في الخطوات الصحيحة ولا ماشي في مشاكل او في خطوات غلط، ونبدأ بقى نعمل ميجرمنت او نبدأ نقيس الاداء ونبدأ نشوف التنفيذ بتاعنا يا ترى هيحقق الهدف اللي احنا حطيناه ولا لا. وده بكل بساطة سوستاك موديل هو عبارة عن 6 خطوات بتقدر تعمل بيهم ماركتنج بلان.